مساء الخير. وصلنا لمرحلة إن إحنا عايزين أو بدأنا نتكلم في حاجة أنا معرفش يعني للأسف مش لاقي كلام أقوله بصراحة والله، وبالأخص لما الكلام ده يطلع من حد المفروض إن هو راجل قانون وراجل فاهم وعارف إن الكلام ده غلط وعارف إن الكلام ده ممكن يحطه تحت المسؤولية. والحمد لله النقابة العامة ما سكتتش وحولته للتحقيق. الأستاذ المبجل المحترم اللي طلع يتكلم على موضوع المساكنة، معرفش يعني احنا سمعنا طبعا التعليق او سمعنا الكلام بتاعه، وقبليها كانت الفنانه ايناس الدغيدي بتقول ان هي عملت دوت. طبعا هي حره في حياتها الشخصيه، احنا مالناش دعوه تعمل ده ما تعملش ده، بس المفروض ان هي ما تقولش او تطلع كواحده معروفه زيها وصوتها يسمع. وان هي طبعا معروف مين ايناس الدغيدي طبعا، كمخرجه او كواحده في مجال الفن تقول ان انا عملت ده، المفروض ما تقولش. دي حاجه شخصيه ما تقوليهاش. ويطلع بعديها استاذ محامي يقول عادي جدا والمساكنه وانا لو بنتي اوافق على الموضوع ده. ليه يا جماعه؟ هو يعني انت ازاي يطلع منك كلام زي ده وانت حضرتك مش فاهم ان انت بتتكلم في حاجه يعني ده حرام شرعا، بعيدا بقى عن اي حاجه تانية، ده حرام ما فيهاش كلام يعني. ده احنا بنقول العرفي حرام، الجواز العرفي بنقول عليه حرام، يبقى المساكنه مش حرام؟ ان الراجل والست يعيشوا مع بعض فتره من غير جواز؟ ده ايه ده؟ جديده دي؟ ده جبتوها منين دي؟ ولا انتوا عملتوا ايه ولا في ايه؟ انا مش فاهم يعني. انا بشكر نقابه المحامين، بشكر معالي النقيب ان الاجراء اللي اتاخد ووقفوا عن العمل واحالته للتحقيق، عشان ده ما ينفعش يمثل نقابه ولا ينفعش يبقى محامي اصلا، وما ينفعش يبقى راجل قانون خالص يعني. فانا بشكر وبحيي النقابه على دورها ومتابعتها للاحداث، ويا ريت يبقى ده في كل حاجه. اي حد يخرج عن القانون ايا كان هو مين، سواء بقى محامي سواء ايا كان وضعه، انا بشكر معالي النقيب من هنا وبحييه تحيه جليله جدا ان هو قدر ان هو يعني يحجم القصه ويحقق معاه في اللي هو بيقوله، وان هو بيتكلم في حاجه بتدعو هقول ايه بس للفسق والفجور. مش عارف يعني انا مش لاقي كلام اقوله على الموضوع ده بصراحه يعني. انا اتفاجئت بيه جدا وشفته على التواصل الاجتماعي، وان هو طالع يتكلم ان هو عادي جدا وان هو يسمح لبنته بحاجه زي كده. فيعني الحمد لله الموضوع اتلم بسرعه. وطبعا رجال الدين، طب في ناس كتير اتكلمت في الموضوع دوت. يا جماعه يعني احنا يعني اللي يعمل ده يعمله مع نفسه ما يقولش. انت بقى قبله حرام حلال انت عيش مع نفسك، لكن ما ينفعش تتكلم وتقول عادي والناس تعمل كده وما فيهوش مشكله. ما فيهوش مشكله ايه؟ يعني ازاي يعني ما فيهوش مشكله؟ ده انت بتتكلم، ده ما فيش دين حل الموضوع ده ولا اتكلم عنه. مش هتكلم عن الدين الاسلامي بس، كل الاديان السماويه ما فيش حد قال ان الكلام ده ما ينفع ولا متاح ولا مباح حتى. يعني احنا كمحامين طالعين نشتكي من انتشار الجواز العرفي في البلد بسبب الحاله الاقتصاديه وبسبب المشاكل اللي موجوده في القانون والثغرات اللي في القانون اللي عايزين احنا نحلها عشان نحد من الجواز العرفي اللي ناس كتير بتستغله اسوأ استغلال. هنطلع نتكلم عن المساكنه ونقول ان هي عادي ولازم يبقى فيه حريه ايه؟ مالهاش علاقه بالحريه خالص دي، خالص نهائي يعني. فلا حول ولا قوه الا بالله بصراحه يعني لا اله الا الله يعني. فيعني انا طالع بس اعلق على الحته ديت، وبشكر نقابه المحامين المره المليون على الخطوه اللي خدتها، واتمنى دوت يبقى مع اي حد يتجاوز الشرع ويتجاوز القانون، وان هو يحاول يعمل ترند على حساب ان هو يعني ينشر الفسق والفجور في البلد. يعني العمليه مش مستحمله اصلا يعني. احنا بنلم الدنيا مش بنبعترها. تحياتي لنقابه المحامين وتحياتي لمجلس النقابه وتحياتي للنقيب. ربنا يعينك على اللي جاي صعب مش سهل، في مشاكل كتير وفي حاجات كتير، وربنا يعينك على موضوع مشروع قانون الاجراءات الجنائيه الجديد. في حاجات كتير لازم تتظبط واحنا عارفين ان حضرتك قدها وان شاء الله هتتعدل. ان احنا كلنا انت مثلنا الاعلى واحنا كلنا وراك باذن الله. احنا اخترناك فاحنا وراك باذن الله، يعني تقدر تحد من القصه دي وتشوف اللي صالح للمحامين تعمله. وفي مشاكل كتير جدا للمحامين يا ريت حضرتك تتابعها وتشوف القصه ماشيه ازاي. احنا عندنا مشاكل كتير والحمد لله حضرتك متابع الموضوع، وان مجلس النقابه طلع بيان سريع في القصه دي ما استناش. والحمد لله ان احنا في ناس بتتحرك في الحاجات اللي بتطلع الغريبه دي والتعليقات والتصريحات الغريبه ديت. تحياتي ليكم. ده كان فيديو كده سريعا بس عن موضوع المساكنه دوت،
واللي احنا بنسمعه، وربنا يسترها علينا وعلى بلدنا وعلى اسرنا. احنا اصلا يعني في مشاكل جامده جدا في الحياه الاسريه في مصر، وبنحاول ان احنا نلمها ونحد منها عشان الاستقرار. فمش هيطلع لنا واحد يقول لنا المساكنه، وواحده تقول انا قعدت 9 سنين في مساكنه مع جوزي. طب احنا يا ستي بتقولي ليه؟ ما تقوليش، احنا مش عايزين نعرف. بتعرفينا ليه؟ بتعملي بلبله ليه؟ مش فاهم يعني ايه القصه. يعني ما تعملي اللي تعمليه، طالما الموضوع ما حدش يعرفه ما تفضحيش نفسك. يعني مش هي حلوه، مش فانتازيه هي. تحياتي ليكم، ربنا يعديها على خير. تحياتي ليكم.